يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. نعتذر عن التأخير، كنت مريض بس الفترة اللي فاتت شوية. موضوعنا النهاردة هنتكلم في الحقيقة اللي اندفنت تحت مسمى الشغف. كل الناس بقت بتتكلم عن الشغف، صح؟ كلنا بقينا بنسمع مع اخواتنا بتوع التنمية البشرية يقولك اتبع شغفك واشتغل اللي بتحبه، والشغف هو السر للنجاح. بس قول لي بقى، كل الناس دي فعلا لقيت الشغف ده ولا لا؟ ولا لقيت نفسها بتجري وراه زي واحد بإطارة سراب؟ اديني ودنك وركز معاه كويس، وما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب. أول سؤال معانا هو يعني إيه شغف؟ وتسيب رأيك تحت، لأن الكلام اللي هنقوله النهاردة كلام مهم جدا. أصلا في ناس بتقولك الشغف هو الحب اللي بيحركك، بس أرسطو كان ليه رأي تاني خالص. قال إن السعادة مش في الإحساس، السعادة في الفعل. يعني مش في اللي بتحبه، في اللي بتعمله بضمير. شوف الفرق، مش لازم تكون بتحب اللي بتعمله، بس لازم تعمله كأنك بتحبه. مايكل أنجلو كان بيسألوه في الموضوع ده، بيقولوا له لو كنت كالناس كنت هتعمل اللي انت بتحبه زي الرسم، هتعمل التنظيف يعني زي الرسم. قال لهم انا هتقن اللي انا بعمله حتى اكون مايكل انجلو الكناسين. بس ده مش نفاق، لا، دي مسؤولية. سؤالنا التاني، هو الشغف ده موجود فعلا ولا اختراع جديد؟ طيب تعالوا نفكر بالعقل شوية. زمان لما كانت الدنيا بسيطة، الناس كانت بتشتغل عشان تعيش، مش عشان تبقى متحمسة. أنا شفت عندنا في بلدنا الفلاحين. زمان الفلاح كان بينزل يشتغل وبيطلع الفجر يزرع، مش لأنه بيعشق الزراعة ولا بيعشق الفلاحة، لأ، لكنه عارف إن الرغيف اللي على الترابيزة آخر اليوم أمانة في رقبته. ده الشغف الحقيقي يا صاحبي، مش النار اللي جواك، دي الهمة اللي بتحركك، الهمة اللي بتقومك حتى لو انت منطفئ. سؤالنا التالت معانا، هو لازم نحب اللي بنعمله عشان نكمل؟ اسمع بقى فيكتور هوجو قالك ايه، وجاب لك من الآخر. الناس العظماء بيشتغلوا مش لأنهم حابين الشغل، لأنهم بيحسوا إن العمل ده واجب تجاه الحياة. يعني اللي بيدور على شغفه ممكن يفضل تايه طول حياته، لكن اللي بيفهم مسؤوليته هو ده اللي بيكمل. هو لما الدنيا بتعنده ما بيوقفش. آخر سؤال مهم، طب فين الجمال في ده؟ فين الفن وفين الإحساس؟ يعني أنا مش حاسس يا عم إياد آه، باللي أنا بعمله. طيب تعال، أبي تمام كان له بيت شعر جميل بيقولك فيه إيه؟ بيقولك ليس الجمال بأن يقال جميل، إن الجمال هو الفعال الجميل. طيب يعني إيه؟ يعني الجمال مش كلام حلو ولا إحساس طاير. الجمال في الفعل اللي بتعمله، والحاجة اللي بتقدمها وانت عارف انك بتعملها صح. استنى بقى اشرب اي حاجة عشان ريقي نشف. ما تنساش تعمل لايك، ها، اوعى تنسى تعمل لايك عشان الفيديو ينتشر، وتسيب رأيك تحت، تفعل زر الجرس عشان ان شاء الله يعني الفترة الجاية كلها حماس وكلها فيديوهات. ويلا نكمل بقى بقية كلامنا. بالبلد كده، مش لازم تبقى مبسوط عشان تعمل حاجة. أوقات كتير بتعمل الحاجة وبعدها تحس بالرضا. وده بالظبط الإحساس اللي عمر ما التنمية البشرية هتقولك عليه، لأنهم بياكلوا من وراه عيش. اسمع ركز. بص يا صاحب، الشغف اللي بيتكلموا عنه دلوقتي بيتباع في كورسات وبيتغلف بكلام حلو. الشغف الحقيقي
إنك تفهم إنك مسؤول من نفسك ومسؤول من اللي حواليك، لأنك عارف إن اللي بتعمله في الوقت ده مهم جدا، وشغل خطوة مهمة جدا. وأكتر حاجة أقدر أعملها في الوقت ده، مش لازم تبقى بتحب اللي بتعمله خالص، مش لازم تبقى بتحب طريقك خالص، بس يا أخويا خليك راجل. أيوه، خليك راجل وامشي فيه لحد الآخر، لأنه في النهاية مفيش حد بينور الطريق غير لما بيكون ماشي فيه. فيا صاحبي، لما تسمع المرة الجاية كلمة شغف، ما تدورش على النار اللي جواك، دور على صوتك اللي جواك بيقولك كمل، حتى لو مفيش مزاج. ساعتها هتعرف إنك مش بتعيش عشان تبقى متحمس، انت بتعيش عشان تكون مسؤول. في واحد صاحبي كنا قاعدين انا وهو بنتكلم كده، بقول له برغم كل شهاداتك وتقديراتك وشغال في حاجة غير شغلك خالص، قال لي يا صاحبي الراجل بيشتغل عشان ينجز، مش بيشتغل عشان بيحب اللي هو بيعمله او عشان ده مكانه. وده والله العظيم اعمق شغف ممكن تعيشه في حياتك. مش عايز افكرك بقى تقول لي رأيك ايه في الكومنت، تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تجيلي الحلقة الجاية جاهز كده تركز معايا.